الرؤية في الكينان بالنظر للعمليات النوعية التي ينفذها جهاز مكافحة الإرهاب في مختلف الظروف والبيئات كالمناطق الجبلية والأراضي الوعرة والأنفاق والكهوف والجزر المائية والمنازل المفخخة، دعت الحاجة إلى تطوير عمل مفارز الكلاب البوليسية الكينان، وذلك للحفاظ على سلامة المقاتلين وإداء الواجبات الموكلة إليهم بأفضل طريقة ممكنة. تسعى قيادة العمليات الخاصة الثانية لمواكبة التطور الحاصل في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تثبيت كاميرا صغيرة الحجم على مقدمة نظارة توضع على رأس الكينان لغرض نقل الصورة وكشف الأماكن والزوايا الميتة داخل الغرف والأنفاق والكهوف التي يتخذ العدو منها ملاذا آمنا، ولتقليل الخسائر في صفوف القطاعات وكما يلي. نظارة الرؤية في الكينان ويكون مثبت عليها عدسة كاميرا صغيرة الحجم ذات دقة عالية، لوحة التحكم ويحتوي على زر التشغيل، منفذ USB للشحن، منفذ الرام لتسجيل الواجبات، منفذ المايك لتسجيل الصوت، هوائي الإرسال لنقل الإشارة. تم تدريب الكينان على القيام بالبحث والتفتيش من خلال نظام الرؤية المثبت على الرأس، والذي تم تطويره لغرض تنفيذ الواجبات في المستقبل بأقل الخسائر. ومن ضمن التدريبات المتقدمة تم تدريب مفارز الكينان على التوجيه نحو الأهداف المحددة لها من خلال التأشير بأشعة الليزر. Glide left. Good boy.